فيلمنا بيبتدي في مزرعة تيران، وبنشوف قدامنا كم طور صغيرين بيلعبوا مع بعض، وبيظهر بطل فيلمنا الطور فرديناند وهو رايح يسقي وردة صغيرة، وبتوصل عربية وبتجري التيران الصغيرة تتفرج عليها، وبيعرفوا إن هي عربية الميتادور اللي بتيجي تاخد طور علشان ينافس في مصارعة التيران. فبيسأل فرديناند أصحابه مين الطور اللي هيتاخد عشان يروح المسابقة، فبيرد فيلانتو وبيقوله أكيد بابايا، ولما أكبر هيختارون أنا. لكن جوابه بيقوله لأ طبعا هيختارون أنا، ده أنا بتدرب على طريقة الاحتفال بالفوز من دلوقتي. وبيدخل بونز وبيقول لهم لأ طبعا هيختارون أنا لأن أنا الأسرع. فبيتريق عليه فيلانتو وبيضربه وبيوقعه على الأرض. فبيجري فرديناند عشان يطمن على بونز، لكن بونز بكبريائه هيقول له ابعد عني. وبيجي فيلانتو وبيحاول يتخانق مع فرديناند، لكن فرديناند بيرفض ان هو يتخانق، وبيقول لهم انا مش خايف ولا ضعيف، لكن انا ما بحبش الخناق. فبتبدأ التيران الصغيرة بضحكة سخرية وبيقولوا له انت الطور الضعيف المحب للظهور. ومرة واحدة بتدخل التيران الكبيرة وبيتصارعوا، كل طور صغير بيتمنى ان باباه هو اللي يكسب. وبيتفرج الميتادور مصارع التيران من بعيد عشان يختار واحد منهم للمسابقة. وفي النهاية الميتادور بيقرر ان هو يختار ابو فرديناند. فرديناند بيجري على ابوه وبيقول له هو انت لازم تروح؟ فابوه بيرد عليه وبيقول له طبعا ده حلم كل طور. ففرديناند بيقول هو ينفع ده ما يبقاش حلمي؟ انا مش عايز ابقى مصارع تيران. فابوه بيرد عليه بيقول له لما تكبر احلامك هتتغير. ففرديناند بيقول هو انا ينفع ابقى بطل بس من غير اي مصارعة؟ فابوه بيقول له اتمنى العالم يمشي بنفس نظرتك دي، لكن الامور مش بالبساطة دي. وبيودع فرديناند وبيركب العربية. فبيرجع فرديناند للمزرعة، فبيلاقي صحابه داسوا على الوردة بتاعته، فبيتضايق جدا وبيفضل قاعد مستني باباه يرجع. وفجأة يلاقي عربية الميتادور رجعت، لكن باباه مش جواها. فبيتضايق جدا وبيزعل على ابوه، وبيحاول انه يهرب من المزرعة، واصحاب المزرعة بيجروا وراه وبيحاولوا ان هم يمسكوه، لكنه بيقدر يهرب منهم. وبيهرب لحد ما بيوصل لقطر، وبينط جوه العربية بتاعة القطر، وهو بيتحرك بسرعة جدا قبل ما يعدي من على الكوبري. ولما القطر بيقف بينزل فرديناند، بيلاقي الدنيا بتمطر وبيتزحلق في الطين، وقبل ما يغمى عليه بيشوف واحد. وتاني يوم لما بيصحى بيلاقي نفسه في حظيرة، وبتدخل عليه بنوتة صغيرة لذيذة وبتحاول تهديه وبتديله الوردة بتاعتها، وفرديناند بيشمها وهو مبسوط. فالبنت بتاخد فرديناند لابوها والكلب بتاعها، وبتقوله من دلوقتي ده هيبقى بيتك، ولففته في المكان وفرجته عليه، وبتفتح له كمان باب المزرعة وبتسيبه يجري ويلعب في الزهور. وبيفضل فرديناند يشم في الورود وهو حاسس بحرية كبيرة. وبتعدي الأيام وفرديناند عايش في المزرعة، وبيكبر فرديناند ما بين البنوتة وباباها. وفي يوم بيصحى وبيصحي الديك وبيروح على الكلب باك وبيقوله إن النهاردة يوم مهرجان الزهور، وده أفضل يوم في السنة بالنسبة له. فبيروح فرديناند عشان يسقي ورد، فبيحاول الكلب إن هو يقوله حاجة، لكن فرديناند بيتجاهله. فبتوصل نينا ووالدها صاحب المزرعة، وبيفرح فرديناند جدا لأنه مفكر إنه هيروح معاهم مهرجان الزهور. لكن للأسف والد نينا بيقول لها إنه مش هينفع ياخدوه معاهم لأنه كبر. فبيتضايق فرديناند وبيقعد تحت الشجرة، وبيقول لنفسه إيه يعني كبرت عادي، ما هو أنا لسه زي ما أنا. فبيقرر برضو إن هو يروح المهرجان. فأول ما بيوصل فرديناند للمهرجان الناس خافت منه جدا، وخصوصا لما بتقرصه نحلة وبيفضل يصرخ. والموضوع بيبقى أسوأ لما بتقع راية حمراء على عينه. فبيجري بسرعة وبيبتدي إن هو يبوظ في المهرجان، لكنه بيقدر إن هو ينقذ طفل صغير كان بيقع، لكن الناس بتصر إن هو كان عايز ياكل الطفل. فبيجري باك وبيقوله انت لازم ترجع للمزرعة دلوقتي. فالناس بتجري وبتحاول تمسك فرديناند، لكنه بيهرب منهم وبيدخل بيت واحدة عجوزة، لكن الشرطة بتوصله وبيقدروا إن هم يمسكوه ويلبسوه اللجام ويدخلوه جوه العربية. وبتجري نينا ورا العربية وبتحاول تجري عليه عشان تلحقه، لكن العربية بتبعد عنها. وبتوصل العربية لمزرعة وبيكتشف فرديناند إن دي نفس المزرعة اللي هو هرب منها وهو صغير. وصاحب المزرعة بيدخله معزة صغيرة عشان تهديه وتعرف على نفسها،
وتقوله إن اسمها لوبي. وبعدها لوبي بتعرف فرديناند على باقي التيران، لكن بتستغرب إن هم عارفين بعض. وبيلاقي فرديناند إن في تيران جديدة، وبيدخل فيليانتي وبيفتكر إن فرديناند رجع عشان ينافسه، فبيقوله أنا ههزمك في وقت المسابقة في الحلبة، وبيسيبه وبيمشي. وبيستغرب فرديناند من كلام فيليانتي. بعد كده لوبي بتاخد فرديناند وبتوديه للأوضة اللي هينام فيها، وهو نايم بيدخل كذا أنفس صغير على فرديناند وبيكونوا خايفين جدا منه، لكن فرديناند بيطمنهم وبيقول لهم إن هو ما بيأذيش حد، وكمان اداهم الأكل بتاعه لأنه شبعان. وبيطلع فرديناند وبيحاول إنه يهرب لكن بيتكهرب، فبتضحك عليه الخيول، فبيسألهم إزاي قدرتوا تكونوا برا، فبيقولوله عشان إحنا خيول وإنت طور متوحش. فبيبص فرديناند جنبه وبيلاقي الحشرات الصغيرة بتقدر تعدي، لكن هو ضخم ومش قادر يعدي. وتاني يوم الصبح بتروح المعزة لوبي وبتصحي كل التيران وبتقول لهم إن الميتادور مصارع التيران جه النهاردة، وبتتحمس كل التيران عشان كلهم عايزين الميتادور يختارهم لأنه أشهر مصارع تيران. وبتجهز التيران كلها الصبح عشان تتسابق قدامه، وأول ما بيتفتح الباب التيران كلها بتبدأ في المصارعة ما عدا فرديناند اللي كان واقف ورافض العنف، والميتادور ما بيعجبهوش أي طور. وبتتضايق التيران جدا وبتتهم فرديناند إن هو السبب. وبعد كده بتشوف التيران جوابه وهم واخدينه في العربية، وهو فاكر إن هو رايح المسابقة، لكن هم بيبقوا زعلانين عشان عارفين إن هو رايح المجزر. وبنروح لنانا وهي قاعدة بتعيط على فراق فرديناند، وكمان فرديناند زعلان على فقدانها. وفرديناند بيشوف بونز بيعيط على جوابه صاحبه، فبيحاول فرديناند إن هو يخفف عنه، وبيطلب بونز من فرديناند إن هو ما يقولش لحد إنه كان بيعيط، ففرديناند بيوعده إن ده سر ما بينهم. وتاني يوم بيشوف فرديناند التيران قاعدة بتتدرب والخيول بترقص، وبتيجي المعزة لوبي وبتقوله انت لازم تتدرب عشان الميتادور يختارك، لكن فرديناند بيرفض وبيروح ينقذ أرنب صغير، وكمان بيساعد أنجوس إن هو يرفع شعره وإن هو يقدر يشوف كويس بدل ما كان فاكر إنه ما بيشوفش. فبيشكره وبيقوله انت ليه ساعدتني بالرغم من إن أنا ضدك؟ فبيرد عليه فرديناند وبيقوله عشان احنا أصدقاء وأنا أصلا مش مهتم بالمسابقة. فالمعزة لوبي بتتضايق وبتقول لفرديناند كفاية مساعدة للتيران، انت كده مش هتكسب المسابقة. وفرديناند بيروح يرقص، فالخيول بتتريق عليه وبيقعدوا يرقصوا قدامه، لكن بيدخل أنجوس وبيرقص مع فرديناند، فبتدخل باقي التيران والحشرات الصغيرة كمان، وبينجحوا فعلا في التغلب على الخيل في الرقص، فالخيل بتتكهرب. فبتفرح التيران جدا لأنهم كسبوا الخيول، فبيدخل عليهم فيليانتي وبيتريق ويقول لهم خليكوا كده ارقصوا، بس أنا الطور اللي هيكسب بكرة في المسابقة، وأنا الوحيد فيكوا اللي جاهز للمسابقة. فالتيران كلها بتتأثر بكلامه وبيسيبوا فرديناند. فبيقول فرديناند للمعزة أنا عايز أرجع لبيتي ولنانا، وبيفضل يحكي معاها عن نانا، وبترد عليه المعزة بتقوله وأنا كمان عايز أروح معاك، بس أنا مش عارفة هنخرج إزاي. فبيروح فرديناند للأنافذ الصغيرين وبيطلب مساعدتهم وهم بيوافقوا، وبيروحوا يفتحوا الباب لفرديناند وبيدخل البيت عشان يهرب منه. ولما بيدخل جوه البيت بيشوف صور تيران كتير متعلقة على الحيطة ومنهم صورة باباه، وبيفهم إن مفيش حد بيكسب في المسابقة، لكن نهاية كل واحد بتبقى برواز على الحيطة. فبيقرر فرديناند إن هو يرجع لباقي التيران ويحذرهم، فبيروح لهم ويقول لهم إن مفيش حاجة اسمها فوز، لكن فيليانتي بيقوله وانا ليه صدق واحد جبان زيك، وبيقوله ان الطور اتخلق عشان يقاتل، يا اما يكسب يا اما يموت. وبيطلب انه يتصارع مع فرديناند، لكن فرديناند بيرفض، لكن فيليانتي بيصر وبيهجم على فرديناند، وبيضطر فرديناند ان هو يدافع عن نفسه لحد ما بيتكسر قرن من قرون فيليانتو. وبيكون الميتادور شايف المشهد ده، فبيقرر انه يختار فرديناند للمسابقة. أما فيليانتي بيركبوه العربية وبياخدوه للمجزر، لكن فرديناند بيقرر إنه ياخد باقي التيران ويهربوا من المزرعة، وبيقرروا كمان إنهم ينقذوا فيليانتو من المجزرة. وبتتحد التيران فعلا وبيقدروا إن هم يحبسوا الخيول عشان فرديناند يقدر يهرب ويروح ينقذ فيليانتي من المجزرة. ولما بيوصل للمجزرة بيحاول يقنع فيليانتي إن هو يهرب معاه، وبيكتشف فرديناند إن جوابه لسه عايش، فبيقرر ينقذه هو كمان.
وبيجي فيليانتي فجأة وبينقذ جوابه بعد ما اقتنع بكلام فرديناند، وبيحاولوا هما التلاتة يخرجوا من المجزرة، وبينجحوا فعلا في كده وبينضموا لباقي الحيوانات، وبيركبوا العربية وبيهربوا من المزرعة بسرعة. لكن أصحاب المزرعة بيجروا وراهم، وده كله في شوارع مدريد، والدنيا بتكون زحمة. لكن بتجيلهم فكرة إن هما يروحوا لمحطة القطر، وبيروحوا هناك وبيستخبوا تحت القضبان. لكن أصحاب المزرعة برضو بيشوفوهم وبيجروا وراهم، لكنهم بيقدروا إن هما يركبوا على مقطورة من بتاعة القطر، بس الحراس بتكون لسه وراهم. فبيقرر فرديناند إن هو يضحي بنفسه عشان بس ينقذ أصدقائه، وبينجح فعلا إنه ينقذهم. لكن أصحاب المزرعة بيقدروا إن هما يقبضوا عليه. وبنروح لوالد نانا اللي بيشوف صورة فرديناند في التلفزيون، وبيروح لبنته نانا ويعرفها إن فرديناند هيكون في مصارعة التيران، فبيقرروا إنهم يروحوا عشان ينقذوه. ويوم المنافسة بيجهز الميتادور عشان ده يعتبر آخر قتال ليه، وأول ما بيدخل الحلبة بيهتف الجمهور باسمه لأنهم بيحبوه، فبيتفتح الباب لفرديناند عشان يدخل الحلبة، لكنه بيبقى مرعوب جدا وبيفضل يبص على الجمهور. وبيحاول الميتادور إنه يقرب من فرديناند، لكن فرديناند بيبعد، وبيبقى في ناس ماسكة سكاكين بيضربوا بيها فرديناند كل ما يرجع ورا. لكن فرديناند بيتعصب جدا وبيجري، فبيخبط في القماشة الحمراء اللي في ايد المصارع. لكن فرديناند بيتعصب جدا وبيجري، وبينجح في انه ياخد القماشة الحمراء من ايد المصارع. فبيتضايق المصارع وبيحاول انه يقتل فرديناند، لكن فرديناند بينجح انه كل مرة يهرب منه. وفجأة فرديناند بيهجم على المصارع لحد ما المصارع يتعلق في القرون بتاعته. لكن فرديناند بيشوف وردة تحت رجليه، فبيحاول يشمها لحد ما يهدى، وبيهدى وبيقعد قدام المصارع اللي موجه السيف في وشه. لكن الجماهير بتهتف وبتطالب بإطلاق سراح فرديناند، وبتجري نانا من وسط الجمهور وبتنادي على فرديناند، وبينزلها والدها للحلبة، وبيجري فرديناند على نانا وبيحضنوا بعض. فبتبدأ الجماهير إنهم يرموا ورود حمراء عليهم، فبتوصل باقي التيران عشان ينقذوا فرديناند، لكن خلاص بيكون الوقت اتأخر. وفي النهاية بتقرر التيران إن هما يعيشوا في مزرعة نانا، وبيرجع فرديناند للمزرعة اللي بيحبها وفي وسط الزهور اللي بيحب يشمها. وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش الاشتراك في القناة ومتابعة كل جديد.